إذا كنت من عشاق المنتخب الوطني الجزائري لا تنسى الاشتراك ووضع إعجاب للفيديو. قال موقع فرنكوفوني أن أحد الأندية من الدرجة الأولى الفرنسية مهتم بالتعاقد مع يوسف بالليلي. ووفق ما أورده موقع لا غازيتا فإن نادي أجاكسيو وضع ابن وهران في حساباته. وأضاف المصدر ذاته أن مدرب المنتخب الوطني السابق جون ميشيل كافالي وراء اهتمام النادي الفرنسي بيوسف بالليلي. ويشغل نجل كافالي الذي هو المدير الرياضي للنادي الفرنسي أجاكسيو الناشط في الليغ 1. وحسب مصادر إعلامية جزائرية فإن بابلو كما يلقب ينوي مواصلة مشواره الاحترافي بفرنسا لإثبات موهبته. وكان مدير أعمال يوسف بالليلي قد أكد أن نجله تلقى عدة عروض سيختار الأنسب والأفضل منها. وفي سياق متصل كانت قد كشفت مصادر مطلعة للأوراس أن الدولي الجزائري لن يتمكن من العودة إلى البطولة القطرية باتفاق جميع الأندية هنالك كرد على إساءته لبلدهم في أحد الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.